السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ ايه رايكم نعمل مع بعض وجبه اقتصاديه مش مكلفه خالص؟ مش هتكلفك غير 2 جنيه اللي احنا هنشتري بيها الشبت، ولو متوفر عندك شبت وبقدونس مش هتكلفك حاجه خالص، كلها مقادير موجوده في البيت. هنعمل كفته الرز اقتصاديه جدا من غير فراخ ومن غير لحمه. الفراخ بقت غاليه واللحمه غاليه ومش عارفين ناكل كفته، لا هنعمل كفته وهتعجبك ان شاء الله، ومش هتفرق حاجه اقسم بالله عن الكفته اللي بتتعمل بلحمه وبفراخ. بس اتمنى لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا واعملي متابعه على صفحه الفيسبوك. معايا هنا اول حاجه معايا فلفل احمر، فلفل احمر كده، ومعايا بصلتين، ومعايا حبايه طماطم، ومعايا بطاطسايه هاخد نصها، ومعايا الشبت بتاعي اهوت خدت بس منه الورق كده يا دوبك، وهاخد معايا نص بطاطسايه، او عايز تحط البطاطسايه كلها حطيها، بس انا حجم البطاطسايه معايا كانت كبيره اخدت نصها بس. ومعايا ربع قرن شطه كده هيتخليها سبايسي وجميله جدا. جبت الكبه بتاعتي بقى، حطيت فيها البطاطس، حطيت نص بطاطسايه فيها، وحطيت الطماطميه، وحطيت البصلتين والشبت. وهجيب معايا كمان توم متفرز كده في الفريزر، وهضرب بقى كل ده، عايزاه يكون فرم ناعم خالص. تمام. لازم يكون فيها فرم ناعم عشان خاطر انا حاطه طماطميه عشان لازم يكون فيها سوائل وكده. فالطماطميه هتنزل سوائل، والفلفل هينزل سوائل، وكل حاجه هتنزل سوائل. فان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطه، بس امشي على المقادير وان شاء الله هتعجبك. معايا هنا كوبايتين من الرز، كوبايه هي، ودي الكوبايه التانية. فضل شويه صغيرين كده في موجودين، قمت حطهم كمان، حطيت كوبايتين وربع من الرز. حطيت بقى بهارات، توم باودر، بصل باودر، وكزبره وكمون، وحطيت دي شطه، لو عندك بابريكا حط بابريكا. وحط كمان قرفه، دي بصل باودر. حطيت شويه قرفه كمان، وحطيت بهارات فراخ، معلقه كبيره من بهارات الفراخ او بهارات اللحمه لو عندك. هحط بقى معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. وهقلب بقى كله في بعضه كده. هي كانت مقاديرها مظبوطه جدا اهو، هقلبها في بعض، وخلي بالك طول هنا، قلبها بقى في بعضها خالص. تمام. وهرجع تاني ارجعها في الكب عشان خاطر انا عايزاها عجن ناعم ومتماسك وكل حاجه. معايا بس كوبايه كده، بزود معلقه ميه بمعلقه ميه، حاجه بسيطه خالص، معلقه ميه بمعلقه ميه، لحد ما بيبقى قوامها كده، بيبقى قوام عامل زي الملزق كده. وبتفرموها فرم ناعم كده في الكبه مره واتنين، ولو احتاجت ميه بتحط لها معلقه ميه بمعلقه ميه، معلقه، ما بتحطوش كتير عشان خاطر ما تسيبش مني. وبرده يكون متوفر عندك برده دقيق من الرز كده، عشان لو سابت منك تزوديها معلقه دقيق رز بدقيق رز. تمام. هصبع بقى الكميه بتاعتي كلها لحد ما دي بيبقى شكلها بقى كده. الكميه الصوابع بتبقى صغيره، بس انا اللي مقربه الكاميرا عشان خاطر هي اصلا بتزيد، والرز بيزيد يا جماعه. حاطين بيكنج باودر. بتسيبها ترتاح بقى قيمه نص ساعه، وبعد كده بتسخني زيت بقى كده في حله كده، او في طاسه متوفر عندك، وانزلي بقى كده، وما بتقلبيش لحد ما تاخد لون. ما شاء الله طالعه جميله جدا، شايفه ما شاء الله متماسكه وجميله. وبصراحه ما كنتش متوقعه النتيجه ديت، حاجه كده جميله وحاجه ما شاء الله عجبتني بصراحه. جربوها بقى وان شاء الله اعتمديها كده في رمضان، ومن غير فراخ ولا لحمه. احنا كنا زمان يعني كانت امهاتنا بتعملها من غير لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. فاعمليها وان شاء الله تعجبك، وطعمها والله العظيم بيبقى جميل جدا، والاولاد بتحبها و... واقتصاديه ومش مكلفه خالص، وكلها موجود حاجات من البيت. انا ليه قلت ب2 جنيه بس وعملت الوجبه ديت؟ لان انا ما كلفتنيش غير ربطه الشبت بس ب2 جنيه، انما البطاطس موجوده، البصل موجود، كل حاجه موجوده عندنا في البيت. اكمل بقى الكميه بقى ونعمل الصلصه بتاعتنا. خدت هنا معلقتين من الزيت اللي انا محمره فيه الكفت. تمام. هعمل بقى فيه صلصه الكفته كده. معلقه من الثوم، عليها معلقه صغيره من الكزبره، اصفرهم كده وانزل عليهم بمعلقه صلصه جاهزه. تمام. ادي تشويحه حلوه كده للصلصه. وبكون مجهزه معايا شفشق من الطماطم، بقوم نازله عليها بشفشق الطماطم بتاعي. تمام كده. ومعايا هنا احط نفس بهارات الكفته، معايا توم باودر، بصل باودر، معايا قرفه، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا كزبره، ومعايا كمون، ومعايا ملح. دي شكل الكفته بتاعتنا بعد ما خلصت اهيت، ما شاء الله متماسكه وجميله، يعني ولا حصل لها اي حاجه خالص. طعمها بالعكس كان جميل جدا جدا، وبصراحه نتيجتها طلعت غير ما انا كنت متوقعه خالص. انا اول مره اعملها يا جماعه، بس جربتها وعجبتني، وان شاء الله اعملها على طول. اصل الفراخ بقت غاليه واللحمه بقت غاليه، مش معقول يعني هجيب فرخه اشيل منها مثلا نص فرخه عشان خاطر اعمل بقى كفته. لا، طب ما انا ممكن اعمل كفته من غير فراخ خالص وبتبقى جميل. عندي هنا شوربه بط كانت عندي في التلاجة، وقمت مزوده الصلصه بقى بعد ما اتسبكت شوربه بط، وسبتهم يغلوا مع بعض كده.
عشان بس الطماطميه دي كانت نازله من الشوربه، وسيبهم بقى يغلوا مع بعض لحد ما ما الصلصه بتاعتها تتقل شويه. ودي بيبقى شكلها بقى في الاخر ما شاء الله جميله ومتماسكه، ولا اتهرت ولا حصل لها اي حاجه. انا اقسم بالله العظيم ما عملت اي حاجه ورا الكاميرا خالص، دي نفس اللي انا عملته كده معاكم. طلعت النتيجه بتاعتها كده جميله صراحه، انا عن نفسي مرضيه جدا من الوصفه، وصفه ناجحه مليون في الميه. اتمنى تجربوها، واتمنى تعملوها وتعرفوني رايكم في الكومنتات. واتمنى لو بتشوفوني لاول مره شيروا الفيديو بتاعي على الفيسبوك، وتابعيني على صفحه اليوتيوب باسم مطبخ وبيت الحمد لله، وان شاء الله تعجبكم. اعمليها بقى في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. لايك وشير كتير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.